السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخوات المشاهدات، ونرجع لكم مع برنامج الطبخ والمشاوي الجزء الثاني مع تشيش الكباب. مقدم لكم هاي الاخبار السريعة، بعدين نبدي شرح مفصل. هنا هاي طاسة الماء لازم تحضريها ماء حار حتى الشيشم. هنا العجينة تكون بالصينية وتسويها شلون ما راويك بجزء الاول. هنا الشاش وراويك الشاش قوية ومتينة، هاي منها من الفحم محروقة. راويك هاي القواطع حتى تطين عليها الشاش وتسوي منظر حلو. هيك شواية الفحم والكباب والمشاوي. نجي الآن مع الشيف كمال وبدا يشيش هذا الشيش هسه ونبدي البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله. ونتقرب إلى الشيف كمال ونشوفه شلون ياخذ قطعة صغيرة من اللحم هي لها وزن معين، ونسأل نقول له مرحبا أستاذ كمال، نريد نسألك شنو قطعة اللحم ايش قد وزنها؟ 90 غرام. يعني هاي 90 ثابتة لو حتى بالرغبة مثلا؟ نفر. انتو هنا مطعم عراقي سوريا يعني يشتغل هنا ما شاء الله، عراقيين موجودين. وراويك هنا اختي مشاهدة هذا 14 نفر كباب يعني. وفاصل ونعود مع برنامج الطبخ والمشاوي، ونرجع إليكم مع برنامج الطبخ والمشاوي. نرجع للأستاذ كمال ونشوف الشيش شلون. شوف طريقة يعني هي سهلة، بس تجيب اللي يقدر يسويها وتسوي النقشة. هسه حراويك النقشة عن قريب. شوف النقش يا مشاهد، نقش يعني ما شاء الله متسابق. توم بس بدي شوية حراويش طريقة الشوي إن شاء الله تذوقون. ومع إلى اللقاء مع الشوي، ونرجع عليكم مع الشوي وحراويش طريقة الشوي. طريقة سهلة. هاي الصحن عشابك حسب هنا هسه نموذج. جيب شيش ونزلت على النار، ننتظر على ما يستوي. طريقة سهلة للشوي. بارك هذا الخبز كله بارك. وهذا الجامون مفتوح. هذا كل شيء. ثواني ونعود إليكم على ما يستوي الشيش وراكم النتيجة النهائية. ونرجع أختي وأخواني المشاهدين نشوفكم هذا الصحن، صحن عراقي، ونحط عليه شيش الكباب. وشيش الكباب هنا بدأ يستوي. راح اقابل لكم الصورة وشوفوا شلون مستوي حلو. نشوفوا وبدأ يستوي شيش الكباب وحنسحبه. شوف بدأ يستوي. راح نشوف شلون نسحبه. شوفي هنا أنا الشيف كمان ايده يسحب يعني يبدلنا وشوية سماق. أكلة شهية وبالعافية، ومع انتهى الجزء الثاني من برنامج المشاوي والكباب، وإلى اللقاء مع برنامج